السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في الفيديو جديد اللي نقدموه تحت طلب ديال الاخوان اللي طالبوني بانني ندير تحليل مباريات ديال دوري ابطال اوروبا. والماتش ديال اليوم كيف ما شفتوا اللي جمع البارسا مع روما لابد انني نهضر عليه، حيت ماتش كيفرض الوجود ديالو وهو الحدث ديال هذه الامسيه. مباراه ولا في الخير، مباراه خصها التحليل باش حيت ماتش يدرس بهذا المفهوم. هذا مباراه تدرس. برافو للذئاب روما وهارد ليك لبرشلونه اللي خسر في المباراه ديال اليوم. وندخلوا مباشره للتحليل. المباراه اللي لعب اليوم الفريق الايطالي روما بقياده المدرب دي فرانشيسكو اعتمد على العناصر التاليه. فهو لعب 5-3-2 اللاعبين اللي لعب بهم. في حراسه المرمى سكوروبسكي لعب في اللاكس بثلاثه ديال اللاعبين، ما لعبش بجوج لاعبين، لعب ثلاثه ديال اللاعبين. لعب بمانولاس. ما تديوش على الارقام حيت ما قاديتهمش مزيان، غير على وديت الوقت باش ما نتعطلش في التحليل ديال المباراه. لعب في اللاكس ليبيرو، لعب مانولاس. لعب في اليسار ديالو خوان خيسوس. لعب في اليمين ديالو ليبيرو كذلك، معهم ثلاثه. لعبوا ثلاثه ديال اللاعبين، لعبوا ثلاثه في اللاكس، لعبوا ثلاثه مدافعين ديال المحور. لعب في اليمين ديالو فازيو. وفي اللاعبين ديال الاجنحه الاظهره لعب لاعب في الجهه اليمنى، لعب فلورينزي. في الجهه اليسرى لعب كولاروف. في وسط الميدان الدفاعي تقاسم الادوار ديال روسي مع لاعب ستروتمان، تقاسموا الادوار بيناتهم. كان طلع واحد كيدير عليه لا كوفيرتير، ولا طلع الاخر كذلك كيدير عليه الكوفيرتير. واللاعب نياغونال لعب ميليو، ولكن لعب كاروليور ما بين وسط الميدان الدفاعي المهاجمين لعبوا جوج. لعب افا سونتر زيكو، ودوزيام افا سونتر لعب اللاعب تشيكي تشيك. المباراه كيف ما شفتوا الخطه اللي لعب بها الفريق ديال روما هو انه لعب على الاقل باش ما يتلقاش شي هدف من الفريق ديال البارسا، ويحاول انه يضغط على البارسا وما يخليهمش يخرجوا الكره. على هذاك الشيء اعتمد على الخطه ديال 5-3-2 اللي كانت كتحول اوتوماتيكمون ل 3-4-3 في حاله الهجوم. نشوفوا الخطه اللي لعب بها الفريق الكتالوني، هو انه لعب بالخطه المعهود عليه ديال 4-4-2. دخل تير شتيغن في حراسه المرمى، لعب بيكي وأومتيتي بجوجهم لعبوا في قلب الدفاع. لعب نيلسون سيميدو كمدافع ايمن، والبا لعب كمدافع ايسر. في الميليو لعب سيرجيو بوسكيس وراكيتيتش. في وسط الميدان هجومي في الجهه اليمنى لعب سيرجي روبرتو، وانيستا لعب في الجهه المعاكسه. ميسي لعب صانع العاب، وافا سونتر لعب لويس سواريز. المشكل ديال البارسا في هذا الماتش هو انه سيميدو كان نقطه ضعف كبيره، وكذلك اللاعبين اللي لعبوا مع اومتيتي ومع بيكي فهما لاعبين ذو قامه طويله وكيديروا لابيل دو بال في الخلف ديال الفريق الكتالوني وفي الخلف ديال الدفاع ديال البارسا. اللي الدفاع ديال البارسا راه عنده واحد البطء. شفنا كيفاش تزيكو كان كيطلب الكره في الظهر ديالهم وخلق لهم متاعب كبيره. اللاعب بيكي المشكل اللي كان عنده هو انه كان كيزيد وما كيديرلوش لا كوفيرتير اومتيتي، وكذلك اومتيتي ملي كان كيزيد باش كيخطي على البا ملي كان كيطلع البا، المشكل كان كيبقى ما بين اومتيتي وما بين بيكي. كيولي داك الكولوار اون بروفوندور ديال العمق خاوي. علاش خاوي؟ حيت اللاعبين ديال روما لعبوا بجوج افا سونطرات، يعني كيلعبوا دوزيام بال. كتكون الكره يا اما عند زيكو، الاخر كيجر مع لاعب مدافع اخر اللي هو اومتيتي. اللاعب الاخر اللي لعب دوزيام افا سونتر ستيتشيك اللي لعب مع زيكو كدوزيام افا سونتر. والمشكله اللي وقعوا بها هما انهم البارسا ما خلاهمش يخرجوا الكره كيف ما معود عليهم. المشكله اللي كانت عند البارسا هو انهم ما اعتمدوش على الكره اللي مولفين كيلعبوا هذيك البوزيسيون دو بال وكيفاش كيخرجوا الكره. ولكن المشكل اللي كان القوه ولا غرينتا اللي معروفه بها الكره ديال ايطاليا خلقوا لهم متاعب كبيره وما خلاهمش انهم يخرجوا الكره. كيف ما كان بينوا الان الفريق ديال روما دخل بالتشكيله ديال 5-3-2 اللي كانت كتحول 3-4-3 في حاله الهجوم،
وخنق الفريق ديال البارسا باش ما يخرجش الكره. هنا تحيه للمدرب دي فرانشيسكو اللي درس البارسا بشكل جيد. في الماتش ديال الالي شفنا روما فريق اللي كان مغاير على المباراه اللي شفنا اليوم، ولكن راه كان واحد التعديل في الخطه. الفريق ديال روما ملي كان كيهاجم بهذا الشكل هذه، ثلاثه كيبقاو ستوبورات اللور ما كيتحركوش وكيزيدوا ربعه للميليو، واللاعبين ثلاثه كيديروا لابيل دو بال في الامام. هنا خاصه الدقيقه 76 ملي دخل ستيفان شعراوي تحولت الخطه لهذا الشكل هذه، بحكم انهم كان خاصهم بيت وضروري يقلبوا عليه وما بقاش الوقت، يلاه بقات ربع ساعه تقريبا لعبوا بثلاثه 4-3، دخلوا ستيفان شعراوي ولاو لاعبين ثلاثه اللاعبين مهاجمين، ولاعبين ديال وسط الميدان لعبوا بجوج ديال روسي، ولعب ستروتمان ولعب فلورنزي في اليمين ولعب كولاروف في اليسار، واللاعبين اللور بقاو مفيكسين في الماتش كامل ما كانوش كيتحركوا، وكانوا كيضغطوا على البارسا بخمس لاعبين باش ما يخرجوش كره، خمسه اللاعبين واللاعب السادس كيكون مره ديال روسي مره ستروتمان كيزيدوا باش ما كيخليوش البارسا تخرج الكره، وهاد اللاعبين كيديروا لا سيكوريتي يعني التامين ديال الظهر ديال الظاهره اللي كيطلعوا في الكره. ملي كيكون اللاعبين الخطه ديال 5-3-2 اللي كتحول اوتوماتيك مول 3-5-3، كيخصك ضروري اللاعبين يديروا لك الحمايه ديال اللاعبين اللي كيطلعوا. شفنا اللاعب خوان خيسوس كان كيدير الحمايه للظهر ديال كولاروف، وكذلك اللاعب فازيو كان كيدير الحمايه للاعب فلورنزي اللي كان لاقي الحريه ديالو، كان كيدير سونطراج من الجهه اليمنى، وكذلك كولاروف اللي كان كيدير سونطراج من الجهه اليسرى. المشكل اللي كان عند بارسا كان عندهم في الجهه اليمنى، المشكله ديال البارسا كان عندهم هنا سيميدو كان ضعيف اليوم، كان سيميدو مزيان عاون البارسا، ولكن حتى المدرب فالفيردي ساهم في النجاح ديال الخطه ديال المدرب دي فرانشيسكو. ملي كتشوف انت كمدرب محترف بروفيسيونيل كتشوف سيميدو ما دخلش في الماتش وعطيتيه تقريبا 70 دقيقه وكيدير لك الاخطاء، وانت لاعب ماتش ديزيزيف يقدر يخرج لك على الكارير ديالك من العصبه، من المستحسن ان عندك لاعب اخر سيرجي روبرتو اللي لاعب بوليفالون كيلعب في جميع المراكز اللي كتحطهم فيهم، كان عليه يرجع سيرجي روبرتو يلعب في بلاصه سيميدو ويدخل اللاعب ديمبيلي كيف ما دار في اخر دقائق اللي مابقاش الوقت بزاف، دخل سيرجي روبرتو لعب له في الدو، وخرج بوسكيس دخل بلاصتو الكاسير، وخرج انيستا ودخل بلاصتو اندري غوميز، ولعب ديمبيلي لعبو كمهاجم في الجهه اليمنى، وميسي بقى كصانع العاب. ولكن المشكله كانت هما انهم روما خنقوهم، الوقوف ديال روما بهذه الطريقه هذه ما خلاش المساحات والرؤيه للفريق الكاتالوني، ومنعوهم من انهم يصنعوا اللاعب كيف ما معهود عليهم. اللاعب فلورنزي كان كيخنق اللاعب البا اللي معروف عليه كيدير دوك الانسلالات وكياخذ الكره من عند ميسي، خنقوه هنايا ما خلالوش الحريه. كذلك اللاعب كولاروف ما خلاش الحريه لديمبيلي اللي دخل الدقائق الاخيره ما يمكنش يلاه يتاقلم مع المباراه، يلاه والماتش غادي في واحد الريتم عالي. ولويس سواريز تحرم من الكوار اللي مولف انه ياخذ، بحكم ان اللاعبين ديال روما لعبوا بثلاثه في اللاكس يعني ما لقاش المساحه، واللاعب الكاسير فهو ما لمش الكره بحكم انه دخل حتى لاخر الدقائق. ميسي كان ايزولي في المباراه، خلاو انه ما توصلوش الكره بزاف، ولو ان ليونيل ميسي دار مجهود كبير باش توصلوا الكره، ولكن هذاك المجهود اللي كيخليك ترجع تاخذ الكره وتزيد بها حتى لاطاك، فهو كيستنزف الطاقه والقوه ديالك، وكتكون الفعاليه ديالك الهجوميه ناقصه بحكم انك كتضرب من خارج الكاري وماشي من قريب الكاري او من داخل الكاري. الوقوف ديال الفريق روما هو اللي خلى البارسا تلعب اليوم كانها فريق يلاه غادي يخلق انسجام ما بين اللاعبين. وشفنا اللاعبين ديال الهجوم ديال روما كانوا كيضغطوا على بيكي وعلى اومتيتي حنا عارفينه عنده اكبر نسب ديال النجاح التمريرات، هو اللي عنده التمريرات كيخرج الكره بطريقه كتكون يا اما في اليسار يا اما في وسط الميدان. المشكله اللي وقعت لهم هو انهم اللاعبين داروا لهم الضغط العالي. روما اليوم لعبوا بالبلوك هو وضغطوا على الفريق ديال البارسا بواحد الطريقه اللي ما خلاهمش انهم يخرجوا الكره، والبارسا اليوم لعبوا بلوك ميديوم، ما بغاوش يغامروا ولكن جابوها غير في راسهم، غامروا ملي لعبوا بهذه الطريقه، كل لعبوا بالكره اللي معهوده عليهم، كل لعبوا كيدخلوا مزيان في المباراه كيف ما سبق المباريات السابقه اللي كانوا كيلعبوا دائما البارسا كتلعب لك بالبلوك، هما عمرها لعبت بالبلوك ميديوم.
الا قليلا. اليوم شفنا العكس، روما بحكم انها كان خصها تربح ب3-0 هو اللي تأتى ليها، كان ما عندها ما تخسر، خصها تلعب بالبلوك هو ودير لا سيكوريتي في الظهر ديالها، يعني الخلف ديالها دير لا سيكوريتي باللاعبين 3 اللي وقفوا مزيان في هذه المباراه، اللي كانوا في المباراه مركزين بشكل عالي. كيف الريتم اللي بدات به روما هو نفسه سالات به، ما فقدوش التركيز ولو لدقيقه من المباراه، والعكس برشلونه اللي كان سيميدو فهو دار مشاكل كبيره للفريق الكتالوني، ونقولوا هو اللي سبب تقريبا في عده مشاكل وعده كرات اللي مرات من الجهه ديالو وجاو منها الاهداف. وتير شتيغن حيد واحد الكره بصعوبه للاعب الشعراوي اللي كان نفسها التمركز والرقابه ديال اللاعب سيميدو كانت خاطئه، خاصه ان روما استطاعوا انهم يدرسوا البارسا بشكل جيد، واصدقوا انهم خلقوا لها عده مشاكل وضغطوا عليها كيف ما سبق لي وقلت بالبلوكو، يعني زادوا عندها بالفريق كامل، وكانوا دايرين لاعبين 3 اللي اللور متفيكساو ب3 وما كانوش كيطلعوا بزاف، وكيحاولوا انهم يحاولوا يكسروا الهجمات ديال البارسا ما يخليوهاش توصل، خاصه لسواريز وميسي كانت عنده رقابه في وسط الميدان، كان كيتبادلوا عليه 2 لاعبين، مره كيمشي عنده اللاعب ديال روسي ومره كيمشي عنده ستروتمان، ما خلاوش البارسا تخرج الكره ديالها كيف ما معود عليها. وفي حاله ان البارسا ملي كانت كتكون ممتلكه الكره كانوا الفريق ديال روما كامل كيرجع كيلعبوا ديك الساعه ب5-4-1، كيرجعوا كاملين كيوقفوا. ملي كيوقفوا البارسا بهذه الطريقه هذه، البارسا كامل اللاعبين ديالها كانوا كيزيدوا، بيكي وأومتيتي حنا عارفينهم كيديروا المسانده الهجوميه للبارسا وكيزيدوا بالكره، واستغلت الفرصه الفريق ديال روما، استغلوا الفرصه وكانوا كيلعبوا كواري مباشره. اللاعب زيكو بهذه الطريقه هذه كيلعبوا في الظهر ديال اللاعبين ديال بيكي والظهر ديال اللاعب اومتيتي، واللاعب الذكاء ديالو ديال ايدن زيكو اللاعب اللي كيطلع كيمشي للمكان ديالو، كان طلع اومتيتي كيجي له الخلف ديالو ولا طلع بيكي كيمشي للخلف ديالو، ودار لابيل دو بال شي 2 المرات، مره حصل على ضربه جزاء ومره حصل على الهدف في الكره الاولى اللي حصلوا بها للهدف الاول. بنفس الطريقه كيطلب الكره في الظهر ديال اللاعبين ديال البارسا. برافو للفريق الايطالي روما، وهارد ليك لبرشلونه. اذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، حللنا بالطريقه ديالنا، قربناكم من المباراه اللي لعبوا اليوم برشلونه مع روما، ماتش كبير. الى فيديو اخر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.